في حاجة غريبة بتحصل فوق سماء المملكة. صواريخ بتتحرك، رادارات بتلف 24 ساعة، وأجهزة إنذار مبكر بتشتغل حتى لو طيارة ورق عدت في السماء. والكل بيسأل إيه اللي بيحصل؟ وليه السعودية بتبني درع حديدي بيغطي أجواءها من كل الاتجاهات؟ اللي كان زمان اسمه دفاع ضد الحوثيين بقى النهاردة اسمه ردع استراتيجي لأي تهديد جوي في المنطقة. في مواجهة مش مباشرة بتحصل فوق راسنا، والسعودية مش ناوية تسيب السماء مكشوفة لأي طيارة معادية. احنا بنتكلم عن قبة فولاذية، بس مش زي القبة الحديدية بتاعت إسرائيل، لأ، دي أكبر، أوسع، وأخطر. في الفيديو ده هفكك لك القبة السعودية طبقة طبقة. هنشوف مع بعض إيه هي المنظومة اللي بتشكل الجدار الناري ده، إزاي بتشتغل، وهل فعلا يقدر يمنع الطيارات الإسرائيلية إنها توصل لأهدافها، ولا في ثغرة ممكن تتسلل منها؟ تعال نحكي الحكاية من الأول واحدة واحدة. ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصل لك كل جديد. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر؟ تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب تتعاملوا مع ناس كبار. لو هنتكلم عن بداية القبة الفولاذية يبقى لازم نبدأ من العملاق الروسي S-400. المنظومة دي مش سلاح دفاع عادي، دي كأنها جدار ناري بيحمي السماء من أي طيارة تفكر حتى تبص على السعودية. تخيل إن مدى الصواريخ بتاعتها بتوصل ل 400 كيلومتر، يعني الطيارة تفضل لسه جوه أجواء الأردن أو البحر والرادار الروسي يكون شافها وبدأ يوجه الصواريخ ناحيتها. الS-400 بتقدر تتتبع 160 هدف في نفس اللحظة وتطلق أكتر من 80 صاروخ دفعة واحدة، وده يخلي السماء تتحول لشبكة قتال وأي حاجة بتطير تتحول لهدف. الميزة بقى الجامدة، المنظومة دي مش معتمدة على نوع صاروخ واحد، لأ، معاها 4 صواريخ، كل نوع ليه وظيفة محددة. واحد، صاروخ N640، مداه بيوصل ل 400 كيلومتر، وده مخصص لإسقاط الطائرات اللي بتحلق على ارتفاع عالي زي طائرات الإنذار المبكر أو التزود بالوقود. 2، صاروخ N6DM48، مداه حوالي 250 كيلومتر، وده بقى بيشتبك مع المقاتلات والقاذفات. 3، صاروخ M96E2، مداه 120 كيلومتر ومخصص للأهداف المتوسطة وبيقدر يناور بشكل عنيف. 4، صاروخ M96E قصير المدى، مداه بيوصل ل 40 كيلومتر، وده خط الدفاع الأخير ضد الصواريخ الكروز والطائرات المسيرة. والأهم، تقارير عسكرية كتير قالت إن السعودية غالباً بدأت فعلاً في استلام أجزاء من الS-400 حتى لو رسمياً مفيش إعلان واضح، وده معناه إننا بنتكلم عن طبقة دفاعية فوق الباتريوت، وده يغير تماماً شكل المعركة الجوية في الخليج. في سيناريو حرب مع إسرائيل، المنظومة دي تقدر تشوف مقاتلات الF-35 الشبحية من بدري جداً، وتخلي الطيار الإسرائيلي يضطر يطير بارتفاعات خطيرة أو يعمل لفات طويلة تقلل دقة الضربة بتاعته. ودي مجرد أول طبقة في القبة الفولاذية، لسه في مفاجآت تانية هنكمل بيها. لو كنت فاكر إن الS-400 هو آخر الحكاية يبقى ما سمعتش عن الوحش الصيني HQ-9. المنظومة دي مش بس قادرة تشوف الطيارات، دي بتصطادهم قبل ما يلمحوا هدفهم حتى. الإعلام الأمريكي وصفها بإنها الهجين القاتل. ليه؟ لأنها واخدة من الباتريوت الأمريكي ومن الS-300 والS-400 الروسي. المنظومة الصينية HQ-9 تعتبر عنصر محوري في الطبقة المتوسطة من القبة الفولاذية السعودية، واللي بتمثل خط الدفاع الذكي ضد أي تهديد بيحاول يتسلل بارتفاعات مختلفة. الجانب المهم هنا إن HQ-9 مش بس منظومة دفاع جوي، دي بقت دلوقتي رمز لتقدم الصين في مجال أنظمة الدفاع، خصوصاً بعد ما قدرت تجمع بين مزايا أكتر من منظومة مشهورة في العالم زي الباتريوت الأمريكي والS-400 الروسي. المزيج ده خلى المنظومة دي تبقى قوية جداً ومناسبة للتضاريس والظروف الجوية في الخليج. نقطة التفوق الحقيقية للHQ-9 هي تعدد قدراتها. المنظومة دي مش مصممة للتعامل مع نوع واحد من التهديدات، بالعكس
بتشتبك مع كل حاجة، من مقاتلات الجيل الخامس زي الاف 35 الإسرائيلية لصواريخ كروز البطيئة، ومرورا بالصواريخ البالستية متوسطة المدى. دي ميزة بتخلي أي محاولة لضرب أهداف استراتيجية في المملكة بمثابة مقامرة خطيرة. الرادار اللي بيخدم المنظومة دي هو كمان نقطة تفوق، وده لأنه بيستخدم تكنولوجيا الموجات الميكرووية اللي نادرة الاستخدام في الرادارات العسكرية، لكنها بتمنح HQ-9 قدرة مميزة على رصد الأهداف الشبحية أو اللي بتحاول تخفض بصمتها الرادارية. يعني ببساطة المنظومة دي تقدر تشوف اللي غيرها ممكن ما يشوفوش. لو دخلنا على الجانب التكتيكي، HQ-9 بتستخدم صواريخ سرعتها بتوصل ل 4.5 مخ، وده ضعف سرعة معظم الطيارات الإسرائيلية المقاتلة، فده يديها فرصة إنها تقفل عليهم قبل حتى ما يدخلوا المجال السعودي. ولو بنتكلم عن النسخة المحسنة HQ-9B، فإحنا بنتكلم عن مدى بيوصل ل 550 كيلومتر وسرعة أعلى، وده حتى يدخل في نطاق التعامل مع تهديدات متقدمة جدا زي الصواريخ الفرط صوتية. الجانب اللي مش بيتقال كتير إن السعودية بتسعى تدمج ال HQ-9 مع أنظمتها الأمريكية والروسية في شبكة واحدة. التكامل ده ممكن يخلق منظومة دفاع جوي ذكية، كل طبقة فيها بتشتغل بشكل متناغم مع التانية. يعني مفيش تهديد يقدر يعدي إلا لما يواجه على الأقل 2 أو 3 أنظمة اعتراض. وده كله بيصير تساؤل منطقي، هل HQ-9 جزء من صفقة تسليح كبيرة بين السعودية والصين، ولا تم شرائها في صمت بعيداً عن الإعلام؟ الأكيد إن وجودها في المشهد بيخلي أي هجوم على المملكة حساباته معقدة جداً. نيجي بقى للطبقة العليا، منظومة ساد الأمريكية. دي بقى مش بتتعامل مع الطيارات، لأ، دي شغلتها الصواريخ البالستية اللي بتيجي من فوق الغلاف الجوي. ساد مش بتفجر الصاروخ اللي جاي، لأ، بيخبط فيه خبط مباشر بسرعته العالية 8 مخ وبيفتته في السماء. السعودية عندها دلوقتي 7 بطاريات ساد، كل واحدة فيها 8 قاذفات، وكل قاذفة فيها 8 صواريخ. يعني احنا بنتكلم عن حوالي 400 صاروخ اعتراضي جاهز يطلع في أي لحظة. الرادار اللي بيشتغل مع المنظومة دي اسمه AN/TBY-2، وده بيشوف التهديد من أكتر من 1000 كيلومتر. يعني أي صاروخ جاي من إيران أو البحر أو حتى من تل أبيب هيتشاف من بدري جدا. السعودية استثمرت أكتر من 15 مليار دولار في المنظومة دي، وبحلول 2028 هتبقى شغالة بكامل قوتها. الباتريوت هو الخط الأمامي لأي هجوم جوي، خصوصاً لو جاي من طيارات أو صواريخ كروز. مدى الصواريخ حوالي 160 كيلومتر، والنسخة الحديثة بتقدر تتعامل مع صواريخ باليستية لحد 75 كيلومتر. سرعة التتبع 3 مخ، وبيطلق 16 صاروخ دفعة واحدة. ده بيدي المدن والمنشآت النفطية حماية فورية، وفي سيناريو حرب الباتريوت هو اللي هيستقبل أول ضربة ويفشلها. مفيش قبة من غير عين بتشوف. وهنا بقى بنتكلم عن شبكة رادارات الإنذار المبكر السعودية، أهمها AN/TBY-2، نفس رادار ساد، ومداه بيوصل ل 1200 كيلومتر. بيقدر يشوف الطيارة لحظة ما تقلع من قاعدة النقب في إسرائيل. الرادارات دي مش بس بتشوف، دي بتبعت المعلومات فوراً لمراكز القيادة، والبطاريات بتجهز نفسها للضرب. والأقوى إن السعودية عندها طيارات إنذار مبكر زي الE3 سنشري، ودي بتحلق على ارتفاع عالي وتكشف حتى التهديدات اللي ورا الأفق. يعني أي محاولة طيران منخفض أو التفاف من البحر الأحمر هتتشاف وهتتبع لحظة بلحظة. في النهاية إسرائيل معروفة إنها بتدور على الثغرات، لكن السؤال هنا، هل فعلاً في ثغرة في القبة السعودية؟ ولا إحنا بنتكلم عن شبكة مغلقة تماماً؟ بالأرقام، السعودية عندها شبكة دفاع جوي تعتبر من أكتر الشبكات تكاملاً في الشرق الأوسط، ويمكن حتى تتفوق على القبة الحديدية الإسرائيلية في بعض الجوانب. كل طبقة بتغطي التانية، وكل تهديد ليه رد جاهز، بس دايماً مفيش نظام منيع 100%. لو الطيار الإسرائيلي ذكي كفاية ممكن يلاقي مسار غير متوقع، ولو في تنسيق مع ضربات إلكترونية أو تشويش ممكن تغير قواعد اللعبة. لكن في المجمل أي طيارة إسرائيلية هتفكر تدخل سماء الخليج هتكون داخلة على رحلة انتحارية. قول لي رأيك في الكومنتات، هل تعتقد إن القبة الفولاذية السعودية فعلاً قادرة تمنع أي هجوم جوي، ولا في حاجة إسرائيل لسه مخبياها؟ بس كده. وزي ما بنقول دايماً على القناة، علشان لو حد سألك، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي شكراً إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله
ما تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري، هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. ارضي وانا حر، ولا تلومن